لو بتتابع حملك واكتشفتي ان مستوى السكر في دمك عالي وقلنا لك ان انت محتاجة تاخدي بالك لانك للاسف بقى عندك سكر حمل، ايه حكاية الموضوع ده ويا ترى معناه ايه؟ خلاص بقيتي مريضة سكر ولا دي حاجة تانية؟ كلنا عارفين ان في الحمل الهرمونات بتتغير، فالحالة النفسية بتتغير، وابو العيال بيشهد بده. الراجل من ساعة الحمل وهو بيتعامل مع حاجات مش فاهمها، بس كمان ممكن التغيرات دي ما تكونش كلها نفسية، بيحصل كمان تغييرات عضوية زي في حالة سكر الحمل كده، بيحصل تغييرات في الهرمونات، فالانسولين بيتأثر وما بيطلعش بالقدر الكافي اللي يقدر يتعامل مع السكر، فبالتالي السكر دمك بيعلى، او ممكن كمان تكون مقاومة الانسولين هي السبب الاساسي. يعني مش السبب ان جوزك مطلع عينك ولا حاجة، كفاية ظلم في الرجالة. ممكن يحصل سكر حمل في اي مرحلة من مراحل الحمل، بس بتزيد الاحتمالية اكتر في النص التاني والتالت من الحمل. طبيعي ان سكر الحمل بينتهي بمجرد انتهاء الحمل والجسم بيرجع تاني لوضعه الطبيعي، بس لو الموضوع ما تمتش السيطرة عليه للأسف ممكن يكمل معاكي بعد الولادة. عشان كده أي حامل معرضة لسكر الحمل أو عندها بالفعل لازم تلتزم بالتعليمات اللي هقولها. لازم تتابع مستوى السكر في الدم بشكل دوري، النظام الغذائي مهم جدا، تبعدي عن السكريات والأكلات الغير الصحية والأكل اللي من بره، تبدأي تاكلي أكل صحي في فاكهة وألياف. الرياضة في الحالة دي بتكون مهمة جدا، بس لازم تكون مناسبة للحمل، ودي بنحددها احنا. لو في زيادة في الوزن لازم تنزل للمعدل الطبيعي، وبرضه تنزل بشكل صحي. ضريبة الأمومة كبيرة، بس احنا هنا دورنا اننا نحاول نقللها ونتعامل معاها باحترافية. تابعي مع دكتورك والتزمي بالتعليمات وكل حاجة هتكون بخير ان شاء الله.